السلام عليكم أزول في اللون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم محبين وأنصار شبيبة القبائل دائما في جديد أخبار الشبيبة. وطبعا الفوز لا نقاش فيه، وأشبال زيمباور معولين وعلى الربح حالفين. طبعا الظروف مهيئة للكناري للفوز، والفوز يعني الاقتراب من أصحاب المقدمة، يعني معنويات اللاعبين ستكون مرتفعة إن شاء الله، والحلول متوفرة في الخطوط الثلاثة. الألماني يحذر لاعبيه من استفاقة أقبو على حسابهم، والجمهور سيكون الخاسر الأكبر. يعني الشكال قد يكون مفاجأة الطاقم الفني اليوم. ومدان تحدث مطولا مع اللاعبين وطالبهم بنقاط أقبو، يريد البقاء على ما قرب من الرياضة. طبعا طالب بنسيان مباراة المولودية وعدم الاحتجاج على الحكم وعدم التساهل مع المنافس. زيمباور ينهي التحذيرات بالتركيز على الفعالية، وبركان يرفض الحديث عن مواجهة اليوم. طبعا مخالفة في تقنية الفار، والقبائل يبدون تخوفهم. طبعا المسيرون يحذرون من إفساد القمة، حذاري من الإنذارات المجانية قبل لقاء الباك. هذا طبعا ما صرحت به جريدة الكرة نيوز اليوم. نتمنى منكم كمحبين وأنصار لشبيبة القبائل أن تدعموا هذه القناة بجام لايك على هذا الفيديو، ودائما تخليونا الآراء تاعكم في التعليقات وتوقعاتكم لنتيجة المباراة، ونتمنى إن شاء الله تكون توقعات إيجابية.